أيضا من الوقفات المهمة في حياة عمر رضي الله عنه أن المسلمين كانوا ينظرون إلى عمر رضي الله عنه كما ينظرون إلى أبي جهل في شدته على المسلمين وفي بطشه بأهل الإسلام وفي قوته رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن يخطر ببال أحد منهم أن هذا العدو سيتحول ليكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا الأمر ما رواه ابن إسحاق أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهيأوا للهجرة إلى الحبشة، فمر عمر بامرأة يقال لها أم عبد الله، وكان زوجها قد ذهب ليأتي بشيء فمر بها عمر، قال: هو الرحيل والانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، فتنتمون في ديننا وعذبتمونا، نريد أن نعبد الله جل وعلا. فطأطأ عمر برأسه وانصرف. أتى زوجها قال: من ذاك الرجل الذي كان هنا؟ قالت: إنه عمر. قال: وما حدا حدث؟ قال: قلت له كذا فقال كذا. فقالت: والله إني لأرجو أن يسلم. فقال زوجها أبو عبد الله: أيسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر.